وتبون. الآن فقط عرفنا بأن فعلا الحاجة الحمدوية كانت حامية البحر نتاعنا سواء المتوسط أو الأطلسي من الرحيل، ومع موتها خرج إلينا تبون بهذه الخطة الجهنمية لترحيل البحر وتعويج الأمواج. وسنصل مع نهاية سنة 2024 إلى إنتاج 1,300,000,000 متر مكعب يوميا. رئيس يكذب، عيني عينك. السلام عليكم ورحمة الله. موجز الأخبار الطنزاوية للجمهورية الطوبية الزنقاوية الغبارية البوزبالية الجزائرية. أهلا وسهلا بكم. مباشرة بعد خطاب رئيس الجمهورية الجزائرية في الأمم المتحدة، صارع علماء الفلك في المملكة المغربية إلى الجلوس وعقد اجتماع موسع للوصول إلى غاية فك شفرة المغنية القديرة في المغرب الحاجة الحمدوية، والتي كانت قد أخرجت أغنية تعتبر شفرة سرية. خايف البحر لا يرحل، أنا بعدا قبل البحر لا يرحل. فعلا ما ستقوم به الجزائر من خلال إنشاء تكنولوجيا جديدة لتحلية مياه البحر الأبيض المتوسط بمقدار 1,300,000,000 متر مكعب من المياه يوميا، ما قد يؤدي إلى جفاف البحر الأبيض المتوسط في غضون 4 أشهر على أقصى تقدير. أخي القرش، أين ستعيش؟ غير دبر على سكنة واحدة أخرى. سي عبد المجيد، ذاك المرة قلتيها في الجزائر مع المبردع مع بوصبع ازرق، قلنا معليش، قلنا دايزة، مشاو داروها في المونتاج، قطعوا داك يوميا باش ما نطنزوش عليكم، باش ما نضحكوش عليك، باش ما نشدوش فيك، قلنا معليش. يعني كي تسمع كلام كيما هذا والتعليق تاع المراه كيضحكوا علينا وكذا تكفر. صافي لقيتي في الجزائر تيقوك دوك المبردعين، قلتي راه نمشي نقولها في الامم المتحده. عمي بايدن والله اكبر كذاب عرفاته البشريه. واش كديرها بالعاني ولا واش كديرها ضد فينا؟ واش يعني كيما فقستينا باغي تفقس العالم؟ واش حاسبها بالدينار المكعب؟ هذا راه سميتو المتر مكعب ماشي الدينار المكعب. السي عبد المجيد، ماشي عندكم الدينار مساوي حتى بصله، هز البرويطه ومشي تشري ربطه النعناع ويتسحب لك راه داك الكميه اللي كتقول نتاع الماء راها قليله. والسي عبد المجيد راك حشمت الجزائر والجزائريين، راك بهدلت بهم. السي عبد المجيد، حلي 2 مليار متر مكعب في اليوم. فين ما مشيتي مليار يوميا، 1,400,000,000. ارقام فلكيه. 5 مليون، 2 مليار، 7 تريار، 7 ترتار، 7 بربار يعني. دابا ولات 1,300,000,000. ذاك المره فاش كذبتي على المبردعين قلتي 1,400,000,000. وصل إلى 1,400,000,000 متر مكعب. دابا ملي مشيتي الامم المتحده الناس واعيين وفاهمين، نقصتي 100 ديال المليون. اخوتي الجزائريين، قولوا لهذا الرئيس ديالكم بان السعوديه اللي سعوديه رقم 1 عالميا في هذا الشيء تاع تحليه مياه البحر، كتحلي 1,600,000,000 متر مكعب سنويا في العام. يعني السي عبد المجيد بغى يفوت السعوديه 365 مره. أقوى دولة في تحلية المياه في العالم هي السعودية بمعدل 5,900,000 متر مكعب من المياه البحرية. أنا هنا يحتقركم، الرجل يستبغلكم. دابا انت رئيس صاحبي، قلنا كذبتي في هذه، كذبتي في هذه، كذبتي في هذه، كذبتي في هذه، يعني كذبونا صاحبي، كذبون. خوتي الجزائريين عندكم رئيس كذبوني، ما تبون مع عبد المجيد ما استازعت. السيده ديال الزعيت ديال الوش ديال الكويت. انا بغيت الله سبحانه وتعالى يعطيه العمر ديال سيدنا نوح. يعني سيدنا نوح عاش اكثر من 950 سنه. لماذا يمتلك تبون كل هذه الجرأة في الكذب وفي التناقض وفي التهريج ولا يحترم شعبه؟ هو سؤال يعني مرتبط بالمخطط. اليوم المواطن تعود يعني لأن عدة أسباب.
اولا السبب الاول بسيكولوجي. اما انه يعتبركم بقر، يا اما انه خلاص يعلم عنده تقارير انه تم استحمار الشعب الجزائري. اكذب يا طب. لما نوصل مليارين ونص و500 مليون متر مكعب انتهينا مع مشكل الجفاف ان شاء الله. عيسى يقول لكم يجي من بعدي رسول اسمه احمد، ومسيلمة الكذاب قال لكم يجي كذاب ومن بعدي اسمه عبد المجيد تبون. هاد النماذج ديال هاد الحالات النفسيه اللي كتهضر بهاد الطريقه هادي واللي كتكذب بهاد الطريقه هادي وكتعاود تخرج وتكذب بديك الطريقه وتعاود انها تخرج عينيها وتسب وتعاير ودير بحال البلطاجيه، وما كاينش اللي يقول الله يلعن الشيطان، ويزيدوا يشكروها ويعتبروا بانها ارقى ما انجبت الرئاسيات الجزائريه في تاريخ الممارسه السياسيه في 62. هاد الناس يستحقون تبون واكثر من تبون. نتمنى ان يديم الله الحكم على السي تبون وان يبارك له في واحد 20 سنه القدام، ويبارك له في الصحيحه ديالو في العمر ديالو وما يمرضش ويبقى صحيح، وندعيو معاه ويحكم، لان محدد الاغبياء حاكمينهم هكذا راه ما غيعرفوا ما يديروا بداك النفط والغاز. والنهار اللي تسالى داك النفط والغاز ايوا كما كيقولوا العروبيه ديالنا الهليخ اللي في الشوارع برقوقه، راه القبائل يديو الناس ديالهم، والازاوات يديو الارض ديالهم، والمزابط يديو الارض ديالهم، والليبي يديو الارض ديالهم، والتوانسه يديو الارض ديالهم، وحنا اخويا نسترجعوا الارض ديالنا. وهذه هي هذا هو العدل.